لو عندك تحليل مخدرات فالفيديو ده اوعى تفوته. اعمل سيف للفيديو وابعته لاي حد عنده تحليل مخدرات، لان انت ممكن تكون واخد ادويه عاديه جدا وتتفاجئ بتحليل المخدرات طلع ايجابي، وبسببه تترفد من الشغل او تتمسك في الكمين. لازم تعرف ان في ادويه كتيره جدا بتظهر كانها مخدرات وهي ادويه عاديه جدا، وانا حاولت اجمع لك بقدر الامكان الادويه العاديه اللي بتظهر ايجابي تحليل المخدرات. فمثلا دواء الكحه التوسكان، ادويه القولون زي الكولونا والكلوفرين، او ادويه القولون العصبي زي الليبراكس او الكلوفرين ايه. كمان بعض المسكنات بجرعات عاليه زي البروفين ممكن تعمل لك ايجابي تحليل المخدرات. كمان المنومات والمهدئات زي النايت كالم او السليب ايز او الاسترال او السيبراليكس او الباروكسيتين او الكومفانتين وبدايله زي الجابيماش والجابتين او الكويتابيكس او الكلوزابيكس. كمان ادويه المعده زي الكنترولوك او زي الزوركال او البنتولوك. ادويه الحساسيه بشكل عام زي التلفاست او الكلاريتين او الزيرتك، او ادويه البرد زي الكونجستال وبدايله. كل الادويه دي ممكن تطلع لك ايجابي مخدرات، فلو بتاخد حاجه من الادويه دي لازم تحط الروشته بتاعتها في المحفظه بتاعتك، عشان تحليل المخدرات في الشغل دلوقتي بقى مفاجئ. فاول ما تطلب عشان تحليل المخدرات لازم توري الدكتور انك بتاخد الادويه دي، واي دواء بعد كده انت بتاخده لازم يكون معاك روشته تقدمها للدكتور في وقت التحليل. فخلي بالك عشان ما تترفدش من شغلك او تخسر وظيفتك في الجيش، او حتى لو معدي على كمين وعملوا لك تحليل ممكن تروح في داهيه وانت مالكش اي ذنب. الادويه دي انا تعبت جدا عشان اجمعها لك، فبالله عليك ما تبخلش عليا بالمتابعه، واعمل سيف للفيديو وابعته لاي حد عنده تحليل مخدرات. وخلي بالك ده الجزء الاول من الفيديو، في جزء تاني هحاول اجمع لك باقي الادويه اللي موجوده في الصيدليه اللي بتطلع ايجابي تحليل مخدرات.